السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال وفي صحه جيده وانتم تشوفوا هذا الفيديو. يا رب العالمين، صراحه توحشتكم بزاف، عارفه راسي وليت كنغبر عليكم، ولكن كيف ديما كنقول لكم الا ما لقيتونيش حاطه شي فيديو هنا راه تدخلوا القناه الثانيه كتلقاوني ديما كنحط. على الاقل كنحط فيديو في الاسبوع، كنحط الوصفات. قناه الياس عباس راه ديما كنقولها لكم. اليوم غادي نشارك معكم الروتين ديالي، غادي نمشي عند الوالده، كيعجبكم بزاف الروتينات نهار اللي كيكون عند الوالده. فاليوم غادي نمشي تما لان عندنا العطله ديال الوليدات ما كيقراوش، دونك غادي نمشي. وجدت هاد الكيكه ديال الحامض، ما شاركتش معكم المقادير لانني ما كنتش ناويه نحط الفيديو نهائيا. صورت غير هاد اللقطه ديال الكيكه وانا نقطعها حيت عجبني المنظر ديالها. جا اللون ديالها واعر، نتوما عارفين الكيك ديال الحامض كيفاش كيجي اللون ديالو على برا زوين، وحتى المذاق كيجي زوين بزاف. هي هذيك فاش صورتها من بعد كتاب انني نحط الفيديو غادي تفهموا من بعد علاش حطيت الفيديو، واخا ما كنتش ناويه كاع غادي نحطو. فديال الكيكه البنات الا عجباتكم الكيكه كتبوها لي في التعاليق ونحضرها لكم هنا في هذه القناه ولا في القناه الثانيه على حسب نتوما شنو بغيتو. فالكيكه بجوج بيضات ناجحه وزوينه بزاف، المذاق ديالها كيهبل. قسمتها صراحه وجدتها باش نخلي واحد المورسو ولا جوج راجلي هكا باش يشرب مع اتاي في الكوتي، واللي بقى نديه معايا تما للدار. انا بغيت نحضرها بالحامض لان الوالده مريضه بمرض السكر، فمزيان انها تاكل كيكه بالحامض احسن انها ندير لها كيكه بالشوكولات. كنفضل نديرها بالحامض فاش نكون غاديه عندها. بالنسبه للمكونات ديال الكيكه، درت جوج ديال البيضات مع كاس ديال السكر حتى طلعتهم مزيان، زدت عليهم نص كاس ديال الزيت وخلطت مزيان. صافي من بعد كنزيد جوج كيسان ديال الدقيق، خماره الحمراء صافي وحامضه، قشور ديال الحامضه كندخلها الفران طيب. ساهله، الا بغيتوا الفيديو غير كتبوها لي في التعاليق وانا ندير لكم فيديو. راه ساهله وكتجي بنينه وكتجي النكهه ديال الحامض باينه فيها. اكيد كاين حيه اللي كتخلي النكهه ديال الحامض باينه في الكيك، فكتبوها لي في التعليق ونحضرها لكم. اللي قلت لكم البنات علاش صورت الفيديو، هاد المقاطع اللي كتشوفوا هنا مؤخرا هاد التوالا راه كلهم صراحه كاين اللي صورتهم مرات خويا وكاين ديال اللي صورتهم اختي، فهما اللي جمعتهم لكم هكا ودرتهم في فيديو. حيت انا ما كنتش ناويه غادي نصور فيديو وما صورت، هذه كانت مفاجاه الصراحه ليا. مرات خويا هي اللي وجدت هاد الكوتي، هاد الكيكه ديال الحامض، تقريبا نفس المقادير ديال الكيكه اللي مدوره ديال الحامض، غير هنا مضاعفين لان هذه كيكه كبر. وهاد الميني كيك، هاد الكيكات الصغار بنفس الخليط ولكن نص بالكاكاو والنص يعني بالشوكولا ونص بالفاني، حتى هما لذاذ. الكيك ديال الحامض نتوما عارفين فن. بالنسبه لهاد الكيك ديال الفلون عادي، الكيك عادي وكنديروا فيه فلون، نتوما عارفين هاد الوصفه. اللي بغات اي وصفه بغيتوها غير كتبوها لي في التعاليق. انا هاد الصور هي صيفطتهم لي باش درت لكم فيديو باش تشوفوا الا بغيتوا نتوما ديروا كوتي حفله عيد ميلاد، تكون عندكم افكار شنو توجدوا شنو تحطوا. صراحه هادو هما الوصفات اللي كيبغيوهم كاع الناس، كيبغيوهم الصغار والكبار، اللي ضروري يكونوا عندنا نوجدوهم، سواء درنا كوتي درنا حفله كانت عندنا عراضه جاونا ضياف العشيه. فهادو هما الاولويات. هنا بالنسبه للطورطه كانت طويله، اللي عجبتني ان الفكره ان غير وحده طورطه طويله كبيره قسمتها على النص، درت نص بالفريز والنص بنكهه الحامض، وجاو النكهات مختلفين تقولي انهم جوج طورطات. هاد الفكره بغيت نشاركها معكم حيت انا عجبتني. فهي قسمت غير بالكريمه، دارت الكريمه في الوسط. بالنسبه للجناب راه دايره لوز ايفيلي، النص دارت الناباج. كتاخذوا واحد المعلقه جوج معالق ديال الناباج كتسخنوهم وتزيدوا عليهم النكهه ديال الحامض. وفي الجهه الثانيه دارت النكهه ديال الفريز، النكهه ديال الفريز لبنتي لان بنتي بغات طورطه بالفريز. فالصراحه جات بنينه وزوينه. بغيتوا الوصفه البنات غير كتبوا في لي في التعاليق. الطبيله ديالنا ديال العيد ميلاد اولا حفله ولا كانت مفاجاه ليا الصراحه، ليا وبنتي. شكرا بزاف صراحه مرت خويا اللي وجدت هاد الطبيله، الله يعطيها الصحه وتبارك الله عليها حادقه. غير اليوم البنات غادي نشرح لكم كيفاش وقع هذا الشيء. انا مشيت في العشيه، مشيت قبل ما يجيو هما، مشيت عند الوالده. هما قالوا لي خرجي سيري تما تخرجي، نخرج انا وما على برا. مشينا غير المحل، واحد المحل حدانا كيبيع هكا اللوازم ديال الدار، شرينا شي حويجات. فاش رجعت لقيت هكا الطابله موجوده، كلشي مصاوب تبارك الله. الموسيقى، الاضواء، كلشي فن، البواوق. غير ما قدرتش البنات نصور وما قدرتش نحط شي فيديو يعني باش ما نبين حتى شي حد. هادشي اللي كاين. حطيت غير الفيديوهات اللي صيفطوهم لي كانوا هكا باينه فيهم غير الطاوله، باينين غير الحوايج اللي ممكن يفيدوكم، ممكن تاخذوا منهم افكار، ممكن يعجبوكم. هادشي اللي كاين. الحويجات الاخرين بلاش منهم. هادو هما الافكار اللي بغيت نعطيكم باش تصاوبوا الطاوله ديالكم. اما هما صوروا الفيديو كيفاش دخلت كلشي، شحال من حاجه صوروها.
تحطّوا يعني الطاولة ديال الكوتي أولا كيما قُلت لكم عيد ميلاد بغيتو ديروا حفلة تاخدوا أفكار. مباشرة البنات من بعد ما دوزنا الحفيلة ديالنا كانت زوينة بزاف، الوليدات فرحوا بها بزاف. من بعد نضنا باش نوجدوا العشيوة وهي كانت هاد الطاجين. اللي بغيت نشارك معكم في هاد الطاجين اللي عجباتني في هاد الحيلة فيه هو أن فاش تكوني مزروبة وبغيتي تحضري الطاجين وبغيتي في الساعة يطيب لك، فالبطاطا أولا الخيزو ولا أي حاجة بغيتي أي خضرة بغيتي ديريها في الطاجين، قطعيها بحال هكا، قطعيها رقيقة في الساعة كطيب. صراحة عجباتني هاد الحيلة وليت أنا كنديرها، كلشي تقطعيه رقيق ما كياخدش الوقت نهائيًا في الساعة كيطيب وكيجي بنين. فهاد الطاجين صراحة عجبني بزاف خاصةً كان الجو بارد ومع لمة الحباب والعائلة كيجي زوين بزاف. والحار درت فوق منه الحار ما عطيتها هكا مقطعة. هنا غادي دير التوابل، جميع التوابل درتهم في واحد الكاس مع الماء، كاس ديال الماء، هي دارت تقريبا كاس ديال الماء صافي. إيوا وغادي تروي كامل. أكيد راه ما نقدرش نشارك معكم الطاجين من الأول حيت ما شفتهاش فاش كانت تصاوب. يلاه دخلت لقيت هاد اللقطة هي اللي صورتها ليكم. من بعد دارت لينا سلطة والطاجين ها هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما طاب، جا بنين بزاف البنات. البنات اللي غادي يسولوا على المعلقة اللي راها في الطاجين لداخل فهاديك ديما كنديروها باش المرق ما يسيرش لينا على البوطة، هادشي اللي كاين. بالنسبة للمقيلة اللي حدا الطاجين ففيها الفلفل حتى هو كيتقلى باش نتعشاو. هنا كنت كنحرك لها كنحرك بيسرية وكنصور بيد الأخرى هادشي علاش. فحتى الفلفل مع الحار ما يا سلام. أي حاجة كتكون مع العائلة مع الحباب كتجي بنينة سبحان الله العظيم. يعني الحاجة فاش تكون كيما نقولوا الطابلة عامرة مجموعة الناس كتجي الماكلة بنينة على أنني تاكليها غير راسها. وردوا عليا في التعليق واش نتوما كتحسوا بحالي ولا غير أنا. المهم البنات ديال العشيوة ديالنا تعشينا، هدرنا ضحكنا لعبنا ومن بعد صافي نعسنا. الصباح فاش فقنا غير فقت انا لقيت هاد الطابله مصاوبه هما وجده الفطور وجده كلشي. صورت غير هاد اللقطه وصافي. غادي ينتهي الفيديو ديالنا. الا عجبكم الفيديو بغيتو يوصلكم مزيد من الفيديوهات ديروا لنا لايك اشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. كتبوا لي في التعاليق شنو بغيتو نصور لكم شنو نحط لكم. مرحبا والف مرحبا.